يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. أنا لسه عامل كوباية نعناع. يعني أنا بحب أبدأ بداية يومي بكوباية نعناع، لأن لما ببقى لسه صاحي فالجو بيبقى بحس إنه ساقع، فكوباية النعناع دي تدفي جسمي كده. وبعدين بقى إيه، يعني أشوف أي حاجة أفطرها، فطار خفيف كده، وبعدين أعمل كوباية القهوة ونبدأ اليوم. فيلا بينا. بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. طب يا شباب، أنا دلوقتي فطرت وعملت القهوة، ودلوقتي بقى أنا ورايا، يعني احنا ورانا شيتات كتير وكوزات كتير، فهنحاول بقى إن احنا نذاكر لنا شوية ونحاول نعمل الشيتات دي. فالله المستعان. يعني احنا ورانا شابتر داخل في 3 ساعات، الله المستعان بقى، يلا بينا. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. طب يا شباب، خلصت الأجزاء اللي كانت عليا، يعني الحمد لله باقي جزء صغير بس. فدلوقتي تقريبا الساعة 2:30، فعايزين بقى نتكلم في حاجة مهمة جدا، يعني عشان العصر حالا يأذن أصلا. الفكرة اللي عايزين نتكلم عليها هي فكرة الكسل. ليه أصلا احنا بيجيلنا كسل أو عدم دخول في المود المذاكرة أو الحاجات. أوقات كتير بتلاقي نفسك مش في مود المذاكرة، يعني أنت بره، فتحس إن دماغك كده مش حابب تذاكر أصلا، مش حابب تعمل حاجة. لقيت ان احنا من الكسل ده بسبب حاجه، يعني احنا كلنا غافلين عنها اصلا، هو ان احنا بيبقى علينا مثلا تاسك كبير او حاجه مهمه او اي حاجه احنا عايزين نعملها بتكون كبيره وعايزه وقت كبير، واحنا نبقى عايزين نضمها وناخدها في يوم واحد. فاللي بيحصل ان احنا مثلا مش هنعرف ناخدها ولا نعرف نستوعبها حتى لو خدناها. فانت لما بتاخدها ومش بتستوعبها بتلاقي نفسك ان انت خلاص، انت اصلا عارف ان انت كده كده انا مش عارف انجزها هي لانها صعبه وكده، فبتسيبها. لما تسيبها مره، في التانية، في التالتة، انت خلاص اصلا دخلت، بعدت عن مود المذاكره خالص، بتبقى انت دخلت في مود بقى ان انت خلاص، انت دخلت اصلا في مود الكسل. الحل العملي اللي انا جربته ونفع معايا هو انك لما يبقى عندك تاسك كبير او كده، حاول تقسمه على لو هو ليه وقت ان انت تاخده، يعني هو ليه معاك وقت، بلاش تاخده في يوم واحد بس. يعني بلاش تاخد التاسك في يوم واحد. لو التاسك ده ياخد منك اسبوع، خده في اسبوع. بلاش ان انت تزود وتاخده من مزاجك، عشان ده اصلا بيديك احباط. الحته ديت لازم، يعني انت لازم تقسم التاسكات بتاعتك، تخلي كل مهمة مهما كانت المهمة كبيرة تقسمها لحاجات صغيرة تعرف تنجزها. كل ما تنجزها تلاقي نفسك ان انت بدأت خدت تحفيز ان انت خلاص تكمل اللي بعده وكده لحد ما هتخلص التاسكات اللي عليك. فده الحل يعني العملي ان انت تتخلص من الكسل. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
انا لسه مخلص التاسكات اللي عليا، باقي جزء صغير، فعايزين نستكمل ما كنا نقوله امبارح، وهو فكرة الكسل. في عامل تاني بيخلينا برضو ان احنا نخش في مرحلة الكسل ده، العامل ده هو المزاج. اما باجي اشتغل في اي حاجة انا بشتغل لما يكون مزاجي رايق، أنا لما بيكون مزاجي مش رايق انا بقعد حزين وبعملش اي حاجة. انا هديك مثال عملي، لما يبقى مثلا اتنين بياخدوا كورس، واحد بياخد كورس مثلا في سنتر، واحد بياخد الكورس ده في البيت، لو الاتنين نفس الماتيريال عادي ما فيش، اللي بيبقى ساعات اكترية الاوقات اصلا انت في البيت بتعرف تاخد حاجات اكتر اصلا. بس الفكرة في ايه، ان انا لما ببقى في السنتر مثلا او مكان كورس انا ببقى مجبر ان انا لازم اعمل الحاجه دي، سواء مودي رايق مودي مش رايق، حزين زهقان زعلان محبط مش عارف ايه، كل الكلام ده انا بحطه في جنب وبعمل غصب عني. ليه؟ لان انا في حاجه جبراني من فوق ان انا اكمل الحاجه دي. انما في البيت انت ما فيش حد جبرك انت تعمل حاجه، انت بتعمل الحاجه دي بمزاجك، فانت براحتك بقى، انت عملت ما عملتش محدش هيكلمك يقول لك انت عملت ولا ما عملتش. فالفكره هنا بقى ايه، لو انت ما عملتش اللي عليك يعني في واحد غيرك هيجي ياخد مكانك، وما دي حاجه ما فيهاش، دي حاجه طبيعيه جدا. يعني انت لو ما عملتش الكلام ده في واحد هيجي ياخد مكانك، فانت حاول تخلي الحاجه اللي انت بتتعلمها دي حاجه مهمه عندك. يعني انا سواء بقى مزاجي رايق مزاجي مش رايق حزين محبط مش عارف ايه، كل ده ترميه في جنب وتشتغل. كل يوم انا عندي حاجه لازم باذن الله، يعني لو ربنا كرمني وقعني ان انا لازم هشتغل فيه. فانت لما بتعمل كده انت حرفيا مش هيجي لك كسل تاني، وهتتغلب على الكسل وهتلاقي نفسك انت كل يوم بتتطور. فدي برضو فكره كنا عايزين نتكلم فيها. فاحنا دلوقتي هنشرب الشاي ونحاول بقى نكمل جزء من التاسكات اللي علينا ونرجع نشوف هنعمل ايه. رجعنا لكم تاني، الساعه دلوقتي تقريبا يعني داخله في 8. بس في خطيرة سريعة كده عايز اقولها، يعني خطيرة مهمة جدا. في بيت لأبو العتاهية بيقول: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري في اليابس. يعني فكرة إن أنت عايز تنجو وعايز تنجح وعايز تحقق كل حاجة بدون أصلا ما أنت تسلك أي حاجة، بدون ما تمشي للطريق، بدون ما تتعب، بدون ما تجتهد. فأنت لازم يعني تقتنع إن السفينة مش بتمشي في اليابس، اللي هو إيه، إن أنت طول ما أنت مش ماشي في طريق إن أنت تجتهد وتحاول تحقق اللي أنت عايزه، فأنت مفيش حاجة هتجيلك لحد عندك وفي غيرك هياخد الحاجة دي. فانت فوق، يعني حاول ترجع طاقتك تاني. انا دلوقتي انا بقالي كتير يعني ما قراتش، وبرضه بقالي شويه اجزاء لسه. فيعني دلوقتي بقى هنشوف هنعمل ايه، فالله المستعان. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وبس كده يا جماعة، يعني ده كانت نهاية الفلوج. أنا لسه صاحي يعني من امبارح نمت بعد ما خلصت قراءة، كنت خلصت شوية أجزاء كده فنمت، ما قدرتش أصور حاجة أصلا. يعني أنا لسه صاحي بقالي شوية. فبس كده يعني دي كانت نهاية الفلوج. يا ريت يعني أكون قدرت أفيدكم لو أي حاجة مهما كانت صغيرة. انتظرونا يعني بإذن الله في فلوجات جاية لو ربنا أعنا. ألقاكم في الفلوج الجاي، سلام.